انت ما بقتش عارف تكلم لعيب. انت تمام نادي جماهيري كان بيجيب بطولات، بس اصل النادي التاني يعني عارض عليا 10 قروش، انت بتقول لي 3. ده في لعيبه وصلت انه يا ابني انت هتقعد بره السكور، يا ابني هيطلعك اعاره، انت مش هتلعب هناك يا ابني. يقول لك ماشي بس ما انا هاخد فلوس، بس هاخد فلوس كتير، هي اصلا ازيد بكتير من قيمتي التسويقيه كلاعب. طب مين هيحط حد للمواضيع دي؟ الموضوع بقى صعب، صعب جدا جدا جدا. كل الانديه الجماهيريه في مصر ما بقاش حد مركز معاه. احنا المهم في نادي بعينه احنا مركزين معاه واخدين بالنا عليه، اصله بيمثل مصر. يا جماعه اللي بيمثل مصر منتخب مصر، مش نادي بيمثل مصر. اللي بيمثل مصر حقيقي يعني هو منتخب مصر. الصفار هياكلك، يعني المفروض اسمك نير الاحمر مش العكس. سمعت طبعا نير الاحمر بتقول لك ان مفيش دعم، وكل كل الدعم بيجي لنادي واحد، والنادي ده ما بيمثلش مصر، اللي بيمثل مصر منتخب مصر. طب عايزين نعرف ايه انواع الدعم اللي بتجي لنا دي. انا كاهلاوي ما اعرف ما شاء الله، انا ما اعرف هي شركات ورجال اعمال بدعم. نفس الكلام نادي الزمالك عنده رجال اعمال بيدعموه زي ممدوح حباس، وكم حد بيدعمه. يعني مش فاهم برضه، ما وصلتناش انت عايز ايه يعني. الاهلي ما بيمثلش مصر، طيب يا ستي ماشي، انت ما بتشجعش الاهلي ماشي، بتشجع الزمالك مفيش مشكله، ولكن في كاس العالم للانديه اللي جاي اسمه الاهلي المصري، اسمه الاهلي المصري، ريال مدريد الاسباني، برشلونه الاسباني، استيدي الانجليزي. انت بقى شايفه ان هو ما بيمثلش مصر، دي بتاعتك انت يا ستي، خلاص مش عايزه تشجعيه، مش عايزين تشجعيه اصلا. برضو قلتي اللاعب النظيف، اللاعب النظيف ايه ومش نظيف ايه؟ طب باقي الكلام ده على بيراميدز، ليه ما تقوليش على بيراميدز كده؟ تاني حاجه يا استاذ نيره، صف من هنا عشان ربنا يكرم. طول ما انتش مصفيه من هنا مش هيكرم والله. اسمع اللي بقول لك عليه من اخ بقى.